اهلا بيك يا صاحبي، يا اللي وحشني. قبل اي كلام، قبل ما نخش في الجد، عايز اسالك سؤال محير الملايين. هو ليه اول ما بنفتح عينينا من النوم ايدينا بتجري على الموبايل حتى قبل ما نسمي او نغسل وشنا؟ تفتكر عشان بنطمن على اسعار الذهب ولا البورصة، ولا خايفين الكراش يكون بعت رسالة واتمسحت؟ فكر فيها كده وخليك معايا لاخر الفيديو، وانا هقولك الاجابة الصادمة للسؤال ده. وهقولك كمان على سر محدش هيقولهولك غير صاحبك اللي خايف عليك. بص يا سيدي، احنا عايشين في عصر تطبيقات. حياتنا بقت عبارة عن ايقونات ملونة على شاشة. تطبيق يصحيك من النوم، تطبيق يقولك تاكل ايه، تطبيق يقولك الطريق زحمة ولا سالك. التطبيقات زي سلاح ذو حدين، يا اما تخدمك وتسهل حياتك، يا اما تسحلك وتضيع وقتك وفلوسك وانت مش دريان. وانا النهاردة جاي اتكلم معاك عن نوع محدد من التطبيقات بيهم شريحة كبيرة جدا مننا، هي تطبيقات الكورة والنتائج المباشرة. تحديدا هنفصص مع بعض تطبيق اسمه ماتش بلاي لايف سكور. التطبيق ده يا بطل من تطوير شركة كلاود ستون، وظيفته الأساسية إنه يجيب لك نتائج الماتشات لحظة بلحظة. مش بس كده، ده كمان بيقدم نصايح أو توقعات للماتشات، يعني يقولك مين الفريق اللي احتمال يكسب ومين اللي دفاعه شوربة النهاردة. وطبعا بيزغل العين ناس كتير، خصوصا اللي بيحبوا جو التوقعات. طب ازاي تستخدم التطبيق ده صح عشان ما تبقاش صيدة سهلة؟ بص يا غالي، اول ما بتنزل التطبيق وتفتحه هتلاقي واجهة بسيطة وسهلة بتختار منها الدوريات اللي بتتابعها، الدوري الانجليزي، الاسباني او حتى المصري. التطبيق بيعرض لك الماتشات الجاية، ولو دوست على اي ماتش بيفتح لك صفحة فيها احصائيات: مين كسب مين كسب مين قبل كده، ترتيب الفريقين، مين اللعيبة اللي مش هتلعب لحد هنا تمام وزي الفل، ومفيد جدا لأي حد بيحب الكورة. نيجي بقى للمهم، ايه المميزات وايه العيوب التطبيق ده؟ من المميزات ان تطبيق خفيف ومش بيتقل الموبايل، وتصميمه شيك ومريح للعين، والاشعارات بتاعته سريعه جدا، واول ما الجون بيجي التنبيه بيوصلك في ثانيه. اما العيوب بقى، ومن واقع تعليقات الناس في البلاي ستور، ناس كتير اشتكت ان التوقعات مش دايما بتصيب. ده طبيعي لان دي كوره مش سحر. وناس تانية اشتكت من كمية الإعلانات اللي بتطلع فجأة وانت مندمج. وفي ناس قالت إن التطبيق أحيانا بيهنج وقت الضغط على الماتشات الكبيرة. يعني المستخدمين منقسمين، ناس شايفاه انه وش السعد عليهم في التوقعات، والناس شايفة ان هو نحس وضيعهم. طب تعالى بقى للنقطة اللي بجد انا خايف عليك منها، وعايزك تفتح ودنك معايا. التطبيق ده مجاني صح؟ طيب المطور او صاحب التطبيق ده بيكسب منين؟ هو فاتحها جمعية خيرية؟ لا طبعا. الربح هنا بيجي من طريقتين: الطريق الاول والمباشر هو الاعلانات اللي بتشوفها كل شويه طالعه لك في كل فتحه وقفله للتطبيق. والطريق التاني الخفي وده الاخطر، هو ان التطبيقات دي غالبا بتبقى وسيط لمواقع تانية بتاعه مراهنات. هو بيديك توقعات مجانية عشان يجر رجلك، وبعد كده تلاقي اعلانات وتوجيه لمواقع تانية تدفع فيها فلوس. فانا كصاحبك بقولك خد من التطبيقات المعلومة والنتيجة، واجري واوعى تمشي وراهم. ان في تطبيق هيخليك غني، اوعى تجري ورا ان في تطبيق هيخليك غني من التوقعات. انت هنا السلعة يا صديقي مش الزبون. طيب لو ماتش بلاي مش عاجبك، او حاسس انه مش سالك معاك، ايه البديل؟ يا سيدي المتاجر مليانة، عندك عمالقة المجال دوت زي تطبيق فلاش سكور، وده بقى العمدة بتاع النتائج، سريع جدا ودقيق ومفهوش لف ولا دوران كتير. وعندك كمان سوفا سكور اللي بيجيب لك تقييم لكل لاعب بالدرجات. والتطبيقات دي بدايل قوية جدا وأكثر شهرة ومصداقية في نقل الخبر. في النهاية صاحب التكنولوجيا معمولة عشان تخدمنا مش عشان تستخدمنا. نزل التطبيق، تابع فريقك، افرح بالاجوان، بس ما تخليش حماس التوقعات ياخدك في سكة اللي يروح ما يرجعش، المراهنات وتوقعات. نرجع بقى لسؤال اللي سألته لك في أول الحلقة: تفتكر ليه بنمسك الموبايل أول ما نصحى؟ الإجابة ببساطة لأننا بنبقى خايفين نكون فوتنا حاجة، والموبايل هو البزازة بتاعت الكبار اللي بتحسسنا بالأمان واحنا لسه متصلين بالعالم. شفت بقى الموضوع بسيط ازاي؟ لو عجبك الكلام وخايف على مصلحتك، متنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من صاحبك اللي بيفهمك الليلة ماشية ازاي. سلام يا وحش.